السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير. معاكم منى عبد العزيز، ودي قناتي. لو اول مرة تشوفوها ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. هنعمل مع بعض النهاردة اجمل والذ واشيك كيك باردة هتدوقوها. الكيكة دي هنعملها من غير فرن، كيك الجيلي الملون. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة جدا. الكيكة دي بترطب علينا في حر الصيف، اسمها كيكة الموازيك أو كيكة الأحجار الكريمة أو كيكة الأفاتار. شكلها شيك جدا في التقديم، ما شاء الله هتعجبكم جدا. يلا بينا حبايب قلبي نسمي ونصلي على الرسول وندخل بقى على وصفتنا النهاردة. معايا علب الجيلي زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، اي الوان او اي اطعم انتوا تحبوها. انا هنا معايا مانجو ومعايا اناناس ومعايا فراولة. هنقدر نعمل منها اشكال كتير جدا. حابين انتوا تجيبوا اكتر، يعني مثلا خمس بواكي، ست بواكي، ست اطعم زي ما انتوا حابين. ضفت كيس الجيلي زي ما انتوا شايفينه بالشكل ده، وبضيف عليه كوباية من المية المغلية او المية السخنة، وبدوبه كويس قوي وبركنه على جنب. بضيف عليه ربع كوباية أو نص كوباية كده عشان خاطر مية باردة، عشان يكون بارد معايا. خلوها ربع كوباية عشان يتماسك معاكم بسرعة. خلاص بقلب الجيلي كويس جدا لحد ما يدوب، واضيف له ربع كوباية ساقعة. خلاص، تعالوا بقى نشوف البواكي التانية. هنعمل طبعا مع بعض طعم الفراولة اللي احنا عملناه ده، طبعا بطعم المانجا قلتلكوا، وهنعمل طعم الفراولة وهنعمل طعم الأناناس. لو لقيتوا طعم اللي هو الجيلي كولا اللي هو الاسمر ده بيبقى حلو جدا، بس احنا هنعمله مع بعض دلوقتي من غير ما اشتري جيلي خالص. ضفت كوباية من المية السخنة، وبضيف عليهم ربع كوباية مية ساقعة. لو متلجة او مشبرة تبقى افضل بكتير. طبعا لازم ندوبها كويس قوي عشان الجيلي بيتركم تحت. وهنجيب البولة التالتة، وهفضي فيهم برضو جيلي الاناناس اللي هو بطعم الاناناس. نفس الكلام هضيف لها ربع كوباية من المية الساقعة. هنا الجيلي الاناناس اللي هو لونه اصفر ده، انا خدت نصه وضفت عليه من يعني نقطتين من اللون الاخضر. تمام. وهنا طبعا اللون الاصفر اديت له نقطة من اللون الاصفر عشان اعزز اللون. اي علب تلاجة عندي او اي علب حرفها بس يكون واطي شوية كده، ماشي. بضيف فيها بقى الجيلي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اللون الاحمر خدت منه شوية واديت له نقطة من اللون الازرق. هيقلب معايا على اسمر، هيديني اللي هو طعم يعني زي الجيلي كولا كده، بس طبعا مختلف. معايا هنا حطيت في الكازرولة معايا او في اللبانة، بحط معايا كوبايتين من الحليب عليهم ربع كوباية من السكر، وبديهم معلقتين من الجيلاتين. الجيلاتين ده من غير نكهة خالص، والجيلاتين ده حلال. بدوبهم كويس جدا على البارد وببدأ ارفعهم على النار. طبعا الجيلي في الوقت ده انا حطيته في التلاجة يبرد، وهيتماسك لمدة ساعتين او 3. خلاص لحد ما يتماسك كويس جدا. زي ما قلت لكم، انا الجيلي الاحمر ضفت عليه اخضر، وبرضو ممكن تحطوا على الاحمر نقطة من الازرق يديني لون اسمر. والاصفر تضيفوا عليه اخضر، نقطة من الاخضر. المهم ان انتوا تطلعوا الالوان زي ما انتوا حابين. نقدر من 2 او 3 جيلي نعمل منهم 5 او 6 الوان زي ما انتوا حابين. نسقوا الالوان مع بعضيها، هيديكوا لون تاني خالص. تقدروا تضيفوا لونين على بعض يديكوا لون تاني خالص، الالوان اللي هي مش موجودة عندكم. وتقدروا تشتروا اكتر من باكت جيلي، يعني تقدروا تشتروا 5 6 7 زي ما انتوا حابين على حسب ما انتوا عايزين. انا طبعا عشان اشتريت 3 حبيت اعمل منهم 6 الوان ولا حاجة، فضربت الالوان زي ما انتوا شايفينها بالشكل ده. هنا خلاص دوبت الحليب مع الجيلاتين مع السكر. خلاص واديت لهم نقطة من الفانيليا. وبعد كده بحاول ابردهم بقدر الامكان، اسيبها لحد ما تبرد عشان هنستخدمها مع بعض دلوقتي.
بعد كده هطلع الجيلي خلاص اتماسك، هطلعه من التلاجة زي ما انتوا شايفين. بقطعه بالطول وبالعرض، بقطعه على شكل مكعبات، وببدأ من الحرف كده وبحاول أسلكها، بحاول بالسكينة كده من حوالين الأطراف. بصوا بينزل بيطلع معايا أو بيطلع معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، على هيئة مكعبات. المكعبات دي بتبقى زي مكعبات الإزاز بالظبط كده. بصوا الشكل، تحسوا ان هي مكعبات إزاز كده. وهنا برضو اللون ده معايا كده زي ما قلت لكم، بنقطع بالطول وبالعرض، وبنحاول بالاسباتولا كده نشيل المكعبات دي. هنا اللون الاخضر تقدروا تجيبوه على فكرة بطعم الليمون، في بيبقى موجود منها بطعم الليمون اللي هو الليمون بالنعناع دوت، بيبقى موجود منه الجيلي ده، بس على حسب اللي هتلاقوه. وبرضو لو ما قدرتوش تلاقوه هتعملوا زي ما انا عملته كده، نسقوا الالوان ودربوها، هتطلع معاكم الوان حلوة جدا. ادي كمان الاحمر معانا. معايا بقى قالب بدهنه بس او برشه برشة زيت وبالفرشة بس كده، بحاول ادهن كل القالب طبعا عشان ما يلزقش معايا. هو مش هيلزق، وممكن على فكرة تستخدموا قالب بلاستيك او اي علبة تلاجة او اي شكل انتوا حابينه، مش شرط القالب ده، عادي اي شكل انتوا حابينه تقدروا، او اي علبة عندكم على فكرة، مش شرط حاجة معينة، واي شكل هيطلع معاكم هيبقى حلو جدا. وبعد كده الحليب كان برد، ضفت عليها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعد كده ايه، اديتها تقليبة بسيطة وهبدأ احطها جوه التلاجة. بتفضل معايا لتاني يوم، يعني مش اقل من 12 ساعة. احطها في التلاجة تفضل معايا لتاني يوم، وبعد كده هنقلبها مع بعض وهتشوفوها. كده خلاص تاني يوم انا هبدأ بعد كده بالسكينة واحاول اسلك الاحرف بتاعتها حوالين الاطراف كده، بحاول اسلكها بالسكينة كده، وبعد كده هقلبها بكل سهولة. انتوا هتحسوا ان هي اصلا يعني سهلة معاكم، هتحسوا ان هي هتتقلب بكل سهولة ان شاء الله. تعالوا بقى نقطعها مع بعض ونشوف شكلها وجمالها من جوه. بنقطعها وهي ساقعة جدا، بصوا من جوه بيبان شكلها، بصوا شكلها يجنن جدا. والالوان بقى زي ما انتوا شايفين مكعبات الازاز اللي جواها ما شاء الله شكلها حلوة جدا. دي بيقولوا عليها زي ما قلت لكم كيكة الاحجار الكريمة، او كيكة الموازيك، او كيكة الافاتار. شكلها شيك جدا جدا في التقديم، وهتعجب ولادكم جدا وهيحبوها جدا. وزي ما قلت لكم كيكة باردة بترطب علينا في حر الصيف. يلا حبايب قلبي جربوها، ما تنسوش تقولوا لي رأيكم في الكومنتات، ويا ريت اكون قدرت افيدكم بأي حاجة، وان شاء الله بإذن الله اشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.